وعيد النور وقطعت الحور قماش ما بين الخضرة الغالية واش ندير ربي راه كبير سمحيلي ما هو مغيانيا ولدك مامون رايح مسطور والعيشة في الماروك ما هي ساوية البلاد غالكون صلى ويهود داويك السيدي اللي مكالية جوال ماشي نورمال حربشة والصاصة حاجة باينة والصقبة راح هذا هو الحال مازال الاسبوار باقا كاينة شحال جريت وساكريفيت خرجونا العشرين راه زايرة على جمدود بالنفس يلود والرجاء قلبي جور باقية. كيفاش كانت تجربتك رفقة بنية الإمارات؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم كان حاجة يعني رمضان مبارك لجميع الرجاويين وجميع الشعب المغربي وحتى الأمة المسلمة كاملة. فالتجربة كانت أول شيء كانت في البداية ديالها ممتازة وفي الآخر ديالها يعني كانوا كيف ما تنعرفوا جميعا لاعب يمشي إعارة ماشي نزيد شوية الصوت لاعب باش يمشي إعارة ماشي هو نفس اللاعب اللي تيكون يعني كيف ما تنقولوا ابن النادي. ففي الأخير كانوا ما بيناتهم صراعات تفرقنا بالتراضي والحمد لله دابا الفريق ديالي ومازال العمر ديالي صغير مازال يمكن نحترف يمكن من أحسن من الدول الخليجية باش تكون في دولة أوروبية إن شاء الله. شنو هي الصعوبات اللي واجهتيها في الاحتراف؟ كيف ما تقولوا هذا يعني كيف ما تبغي ديري مشروع ما تستقش ليك تكون احسن حاجه اهم شيء انه تكوني مثلا كيف ما تنقولوا تمشي لواحد الحاجه وما تتصدقش ليك. انا بالنسبه لي تجربتي كانت ماشي انني ما صدقتش ولكن ما عرفتش نتاقلم مع الاجواء والعقليه ديالي ما تلوماتش مع العقليه الخليجيه والريش بحال هادشي. هل تعتبر الدوريات الخارجية من بين التجارب المفيدة للاعب الدوري المغربي أم هي مفيدة ماديا أكثر من تقنيا؟ نسمع ماديا تيقول انا ماديا بالنسبه لي انا حتى الماده في الدول الخليجيه ماشي شي لا طريقه اللعب ديالهم. اول شيء انا مشيت على قبل الاداء ديالهم على قبل طريقه اللعب ديالهم قبل ما نمشي للماده لان انا المبلغ اللي مشيت ليه ماشي شي مبلغ اللي يقولوا بنادم مشى على قبل الماده. فهنا كيشدو اكثر منا الحمد لله اني انا مشيت على قبل انني من تما تكون عاوتاني تمشي لتحقق فريق اخر. لكن الحمد لله عساكم ما تكرهوا شيء اخر. لكن بالنسبه لي انا تنصح انا اللاعب اللي تيكون مازال شاب يعني نتمنى انه يكمل في البلاد ديالو ولا في البلاد ديالو ويصنع اسم في البلاد ديالو ولا بغيتي تحترف في الفريق اللي هو تيكون كبير ويكون يليق بالقيمه ديال اللاعب اللي غادي تخ. سبب العودة ديالك لفريق الأم؟ ما كاين حتى شي يعني ضروري انني نرجع للفريق ديالي. اول شيء يعني نفكر نلعب في المغرب ولا فريق الرجاء البيضاوي الاحتياج بزاف وانني رجاوي وكبرت في اسره رجاويه وتنحب الفريق ديالي ونسلم على الفريق ديالي هذا شيء عادي. كيفاش لقيتي الأجواء من بعد ملي رجعتي من الرجاء؟ كيفاش خليتيها وكيفاش ملي رجعتي كيفاش لقيتيها؟ فاش رجعت لقيت الاجواء فريق الرجاء وفريق الرجاء ما جيتش تبدل فيه ولا شيء داك الشيء ضروري. فريق كبير تيبحث على الانجازات ولا تلعب فريق كفريق الرجاء البيضاوي وما تحققش انجازات فضروري في اي موسم خصنا فريق الرجاء يخرج بلقب ولقب. الحمد لله يعني فريق الرجاء يعني السنه الماضيه فاز لقب كاس العرش والبطوله. فداك الشيء ما كانش بالسهل يعني كان عمل وهذاك باش وصل للانجازات. نتمنى من الله عز وجل انه يوفقنا ونحققوا حتى حنا كذلك اللقب اللي هو اللي صعيب واللي تيتسناو جميع الرجاويين هو لقب تشامبيونز ليغ ان شاء الله. انطباعك على معسكر هنغاريا؟ فمعسكر هنغاريا كان من تقريبا نقدر نقول انه من احسن المعسكرات اللي خديت مع فريق الرجاء البيضاوي هو هذا المعسكر ديال فريق ديال البلاد ديال هنغاريا لانه كان مكان للتدريب يعني كما تنقولوا الا بغيتي تمشي تمرن وبغيتي تكون فريق باش يكون قوي ونافس على الالقاب فهذاك هو المكان اللي خص اي فريق يكون عنده مثلا المكان انه يدرب فيه بحال هذاك لانه فيه جميع اللوازم
اللي تخليك انك تخدم وانك تطور لو نيفو ديالك، ولا فيزيكمون ولا تاكتيكمون ولا حتى مونطالمون، لان حتى المكان كان جميل الحمد لله. يعني كانت الكونسونطراسيون دازت في واحد الجو اخوي، كانت شاقه، كان فيها العمل الحمد لله. حنايا خصنا نرجعوا الاطور ديالنا، هذاك العمل اللي قاموا به حنا نقوموا به على ارضيه الملعب ونفرحوا الجماهير ديالنا. كيف ترى العمل مع محمد فاخر في اول معسكر تدريبي لك معاه؟ محمد يعني الصرامه والانضباط، اي لاعب كيف ما بغى يكون له غيلعب معاه. في نظرك واش محسن متولي احق باش ياخذ اشاره العماده ولا بالمعلم تظلم في هذه المساله؟ لا العكس، بالمحسن لاعب كبير، ولما لا انه هو ياخذ الريسبونسابيلتي محسن يكون قائد. لا بالعكس، انا ما نشوفش ما مظلوم ما والو، المدرب اللي تيديسيدي هو اللي عنده الحق يعطيه من ما بغى. العكس، انني تنشوف محسن ابن الفريق ويستحق شارة العماده. واش الترسانة الحالية قادرة على الدفاع عن ألوان فريق الرجاء البيضاوي طيلة هذا الموسم الكروي الشاق؟ نعم، لما لا، لأننا نشوفوا ثلاثة الفروق اللي كاينة في فريق الرجاء البيضاوي، ماشي فريق واحد، وما تقدرش تفوز بشي لقب. هذا عيب وعار أننا نقولوا ما عندناش فرقة. بالعكس، عندنا فرقة، خصنا أننا نخدموا نعملوا بجد باش نحققوا إنجازات. إلا خدمنا وعملنا بجد ما يصير ما يوقف قدامك حتى شي عائق وتحقق الإنجاز اللي باغي تحققه. ما خدمناش، واخا تكون ما عندك اي لاعب كيف ما بغى يكون نوعه، وما كناش فرقه وحده ونضربوا على بديتنا ما نحققوا حتى شيء، وهذا معروف في كره القدم. نظرا للمكانه ديالك الهامه داخل تشكيله محمد فاخر، واش انت قادر تلعب على 4 الواجهات في دفعه واحده؟ اللي ما لسه حتى هما عادي. يعني لاعب كره القدم خصك تلعب شحال ما قالوا لك تلعب، شحال ما عطاوك تلعب، داك الشيء خصك تكون متاكد منه. بالعكس، انه يحصل لك الشرف انك تلعب على 4 الواجهات، خصوصا انك تلعب على واجهه واحده وتتبقى بحال لاعب يتيم تلعب في الدوري المغربي. الان فريق الرجاء البيضاوي راجع العالميه، يلعب تشامبيونز ليغ افريكا من جديد، البطوله وكاس العرش، فهذه القيمه ديال فريق الرجاء البيضاوي. هناك تفاهم بين محور الدفاع؟ الحمد لله، يعني الزميل ديالي ولعبت معاه، جاورني وجاورته كثير، تنعرف عليه بزاف، تعرف عليه بزاف الحمد لله. يعني صديقي واخ وكل شيء. يعني شنو هو اللاعب القريب لك في محور الدفاع؟ بيان سور كانوا محمد أولهاج، انني لعبت انا وياه وتجاورت انا وياه في طيله الفئات العمريه ديال فريق الرجاء البيضاوي كاملين حتى الفريق الكبار، ونتمنى الله عز وجل انه يوفقنا الله. وهذا ماشي نقص اننا حتى اللاعبين الاخرين لا كوليبالي لا فتاح لا كلهم تما عندهم امكانيات، واللي غيستحق يلعب راه اللي غيلعب، والمدرب اللي يشوفوا انه جاهز انه ياخذ هذاك المكان، المدرب اللي غيديسيدي انه شكون اللي غيلعب شكون اللي ما غيلعبش. هل ترى ان مدرسة الرجاء البيضاوي قادرة على إنجاب مدافعين كبار؟ بيان سور، يعني حاجة طبيعية ضروري أن فريق الرجاء ديما ولادة. نتمنى الله عز وجل أننا نعاودو عاوتاني نشوفوا لاعبين شبان تما يدوزو في نفس التجربة اللي دزنا فيها حتى حنايا، وحتى حنا نعطيوهم يد المساعدة باش أنهم يلعبوا في الفريق الأول. نتمنى الله عز وجل أننا نشوفهم في أقرب وقت، واي واحد ماشي الجمهور ولا اي كيف ما بغى يكون تيفرح ملي تيشوف ولادو لاعبين. فنتمنى من الله عز وجل اننا عاوتاني في المستقبل نشوفوا لاعبين اللي هما ابناء الفريق وتيحملوا القميص ديال الفريق ديالهم. كيف ترى انتدابات الرجل هذا الموسم؟ فاول شيء انا لاعب ما عنديش لا علاقه ديالي بالنظريه ديالي، يعني الا وجاو فريق الرجاء البيضاوي الا عندهم مكانه ديالهم انهم يلعبوا فريق الرجاء البيضاوي. ما كاينش شي لاعب تيجي فريق الرجاء البيضاوي ما عندوش المكانه ديالو، فشاف انه عنده المكانه ديالو ونتمنى له حد ساهل. شنو هي الدوريات الاوروبيه اللي كتطمح تحترف بها من بعد الرجاء؟ بلا شك الدوري الفرنسي والدوري الايطالي من الحلم ديالي انني نلعب في الدوريات هذو، لانهم تيمتازوا تيكون عندهم مدافعين قيمه عاليه، ونتمنى من الله عز وجل انه يوفقنا ونلعب في البطولات. واش ممكن بالمعلم يلعب في المغرب شي فرقه من غير الرجاء؟ لا ما يمكنش، هذا سؤال تخطر عليا دائما، واش ممكن بالمعلم؟ بيان سور ما يمكنش بالمعلم يلعب حتى شي فرقه في المغرب من غير الرجاء. شنو هو الفريق اللي كيشكل خصم من فريق الرجاء البيضاوي هذا الموسم؟ بلا شك بأن الفرق كاملين غيشكلوا فرق قوي للرجاء هذا الموسم، خصوصا بأننا الترسانة البشرية اللي عنده، على أنه حصد لقبين السنة الماضية، فالفرق كلها غتعمل لي الف حساب.
الرجاء السنة الماضية في أي مباراة غتكون كأنها نهائي، ونتمنى من الله عز وجل أننا نحرزوا جميع النقاط ونكونوا دائما سباقين ونفوزوا بجميع المباريات باش نخولنا أننا نكملوا السنة ديالنا كاملة وحنا لاعبين مرتاحين. كأس الأمم الإفريقية اللاعبين المحليين على الأبواب، واش كتنتظر الدعوة تاع مدرب طاوسي؟ فأول شيء اختياراته، ما كاين حتى شي واحد تيدخل لي في اختياراته، احتاجني أنا موجود، ما احتاجنيش أنا موجود. باغي تلعب؟ فأي واحد تيتمنى، ماشي حلم ديالي أنني الحلم أنني نلعب كأس عالم، كأس أفريقيا، ماشي كأس أفريقيا للمحليين. فالحلم أنك تلعب، أنا الحمد لله أنا لعبت ولم نكتب لي عاوتاني أنني نلعب، لي مالا، ونتمنى لي حد سعيد وحد موفق. نظرك شنو هي المشكلة تاع المنتخب الوطني؟ فالمنتخب الوطني عنده جماعة، هو خصها تعرف شنو هو المشكل ديالو. انا بالنسبه لي انا ما نقدر نقول لك والو، لان داكشي من اللاعبين، من المدرب، من الجميع ما نعرفش. ما كاينه جامعه ولكن تتسير المغرب كامل، ونجي انا اللي غنعطيها نعرف انا الخلل. النظريه ديالي انا خص يكون اللي غيستاهل يلعب في المنتخب الوطني المغربي هو اللي خصو يلعب في المنتخب الوطني المغربي. كلمة أخيرة للجمهور الرجاوي اللي كيبغي بالمعلم. أول شيء نتمنى شهر رمضان للجميع الجمهور الرجاوي، وكيف ما نقولوا أول شيء بطبيعة الحال أن جمهور فريق الرجاء بدأوا المباراة الأولى يعني هو اللي كان كيف ما تنقولوا كان أون فورم، ونتمنوا أنه يبقى معنا أون فورم ديما. وفي جمهور فريق الرجاء بدأوا فهو كثير ومعروف، وبالنسبة لي أنا دائما تيبقى هو الجمهور الأول بالنسبة لي عربيا وأفريقيا. شكرا.